احنا كلنا الكبدة وحلينا بالقطايف وظبطنا نفسنا، وجينا بقى لوقت السحور ندور على حاجة نتسحر بيها. ما فيش. استر يا رب. نجري ورا بعض هنعمل ايه؟ اللي هو ايه بقى؟ العيش. واحنا لسه دلوقتي الساعة 12، قلت لها قومي نعمل شوية عيش سخنين كده، بما ان بقى الجو هدا كده و12 يعني 12 هناكل ايه؟ عيش سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معانا هنا هقول حوالي 2 كيلو من الدقيق كده، هننزل عليهم. ديت ما يجيش ربع، اقل من ربع فانيليا بيكنج باودر كده، يعني حبه كده كانوا عندي مفتوحين قلت احطهم يعملوا عيش. ومعانا هنا معلقه كده من الملح. عارفين ان الملح معانا اساسي في كل المعجنات عشان البركه. ماشي. ده سحور بقى 7 يوم رمضان، اسبوع. بسم الله ما شاء الله. نحط بقى الخميره كده، ننزل طالما في خميره ننزل بقى بشويه من السكر. معانا بقى هنا برضو حاجه حلوه كده، معلقه حلوه كده من الزبادي. وهو سحور بقى يبقى عيش ايه؟ عيش كده متكلف، عيش متكلف لولادنا الصايمين العسلات دول. حط كوبايه الزبادي كلها ده مش مستاهله، اللي بيبقى كل ده كده ببعضه اهو. ننزل بقى بشويه كده من الميه الدافيه. صدقوني يا حبايب قلبي، طالما ربنا مقدرني حتى لو احنا قبل السحور بنص ساعه هقوم وهعمل لاولادي العيش واعمل لهم كل اللي هم عاوزينه. يا رب يقدرنا ويبارك لنا في اولادنا، اللهم امين. ولادنا لهم نعمة في حياتنا، ربنا ما يحرمش من حد منهم، ويطعم كل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يطعم كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب يا رب. بحق مدي ليله كريمه ومباركه، ليله 7 رمضان، يجعلها ليله جبر والخاطر لكل اللي نفسه في اي حاجه يكبر بخاطر ربنا ويحققها. نعجن كده العجينه بتاعتنا دي، اروح بقى اجيب شويه ميه وارجع لكم تاني. هنا بقى اول ما بتبدا تبقى عجينه معانا كده، هنزل عليها بس بشويه كده من الزيت، شويه من الزيت، وارجع تاني اعجن فيها لحد ما بتبقى معايا عجينه خالص. ودي بتكون العجينه بتاعتنا خلاص يا حبايب قلبي. هسيبها بقى ترتاح، هغطيها واحطها في مكان دافي واسيبها ترتاح، وبعد ما تخمر خالص هشكلها واوريكم بقى واحنا بنسوي. هنا بقى احنا شكلنا العيش بتاعنا هو ولعنا في اللون اهو، وهنعمل العيش بتاعنا جميل 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 والله. العيش بتاعنا كده على رده اللي هي مخالف الان. عيش السحور ده حبايب قلبي كل سنه وانتم طيبين. هنشده على المكنه اللي هي دي بنتي هي اللي بتشد. معانا كده الوان الخبز الفجريه كده، ما شاء الله العيش والله شويه عيش ان شاء الله. ده كده مفرفر اللهم امين. احنا ممكن كمان هنرفعه ونرفع عشنا بعد ما يطلع هيبقى شكله ما شاء الله. شويه عيش عسل. هنا بقى عشنا الجميل العسل المسكر الدافي الجميل السكر ده. خلصنا بقى. شوفوا العيش بتاعنا، شوفوا شوية عيش لوز، شوية عيش لوز 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 جمال زي العسل. عيش طري وسخن ودافي وجميل اهو يا حبايب قلبي. شوفوا منظر العيش بتاعنا، ده بيكون شكل العيش الجميل بتاعنا اللي احنا لسه خابزينه اهوت. وانا عم قمت بقى من على الخبيز
كانت بنتي الله يبارك لها كانت جهزت صينية السحور العسل دي على ايش تحت اشرب بنت النهارده. ده طبق كبدة باقي اهوت من الفطار، ودي فول، ودي طعمية، ودي بطاطس محمرة، ودي مربى ولانشون وزيتون، ودي بتكون شكل الصبح لبنتي اللهم بارك فيها يا رب، اللهم بارك فيها يا رب عملت اهي. وكان هنا خاص برضو غسلته اهو بجد 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 ربنا يبارك في كل بناتنا وبنات المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين، وارزق كل مشتاق بالذرية الصح، اللهم امين. نروح بقى نتسحر جري في جري كده ونشرب الشاي ونبقى نرجع لكم بأمر الله من غير ما أقطع على تجهيز فطار 7 يوم رمضان. ده سحور 7 يوم رمضان اهو، العيش العسل اللوز الجميل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الوقت بقى يا حبايب قلبي بقى احنا صحينا بقى، احنا تقريبا دلوقتي الساعة 2. قمنا كده صلينا الحمد لله وقرأنا الورد بتاعنا والحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. بدأت القرآن ولا لا، ووصلت الجزء الكام، وكل سنة وحضراتكم بخير. ده أول حاجة. بالله عليكم ما تنسوش اخواتنا في غزة والسودان وفي أي مكان، إن ربنا ينصرهم النصر عزيز المقتدر، اللهم آمين يا رب العالمين. الوقت بقى احنا هنجهز معانا فطار، فطار يعني اقتصادي ومش اقتصادي. اقتصادي من ناحية إن احنا هنعمل معانا صينية معمر كده. صينية المعمر دي احنا معانا رز ومعانا سمنة بلدي ومعانا الحليب بتاعنا، ومعانا حليب اهوت، ومعانا ايه معلقة القشطة، ومعانا معلقة القشطة دي بالنسبة لصينية المعمر. معانا بقى الحاجة التانية اللي احنا هنعملها جنب صينية المعمر، وهي هتبقى بطاطس اللي هي البطاطس ديت اهي يا حبايب قلبي، اللي هي البطاطس الرفيعة دي، بطاطس رفيعة دي، بطاطس رفيعة كده اللي هي حجم رفيع جدا. هي بتكون معانا بالمنظر ده كده. مسكتها غسلتها غسلة حلوة كده ونضفتها من أي حاجة فيها. ومعانا هنا بيض برضو هنسلقه، وهنشوف احنا هنحضر فطارنا ايه النهاردة. خليكم معانا. تعالوا بقى شوفوا كده طريقة تحضير صينية المعمر. احنا معانا السمنة، احنا غسلنا الرز وصفناه مفيش عليه أي مية خالص. هننزل عليه بمعلقتين حلوين كده من السمنة اهو. ودي مع القشطة اللي هي وش اللبن. منها فلفل أسمر مش عارفة فك منها. هاخد منها معلقة حلوة كده من القشطة، وأقلبها كده كله بقى ببعضه، السمنة بالقشطة. هي كده كده حتى لو متفرزة هتسيح في الرز، بس أهم حاجة تتحط الأول كده. والرز ده الكمية اللي انت عايزاها يعني على حسبك انت. ننزل بقى بالملح برضو بتاعنا كده الأول، شوية كده من السكر، هنا اللبن بتاعنا، على بقى معلقتين كده من الزيت، وهنحطها على جنب لحد ما عاد التسوية. هنا بقى بكون سلقت البطاطس، اقشرها بقى كده واحدة واحدة كده مع نفسي كده لحد ما اخلص. همسك بقى كمية البطاطس دي كلها اقشرها، وهدخل بقى المعمر بتاعي الفرن
ونشوف هنحضر البطاطس ديت ازاي. بس اما ادخل الرز بتاعنا الاول الفرن. الرز بتاعنا احنا زودنا له معلقه الزيت وهنديله تقليبه كده عشان الملح، وبعد كده هندخله نديله تقليبه كده ونملاه الفرن. تديله تقليبه كده خفيفه كده عشان الملح ما يترسبش في قاع الصينيه. وهزود له ربع كوبايه ميه. هدخله بقى الفرن ونرجع نشوف هنعمل ايه في البطاطس بتاعتي. هنعمل خلطه كده للبطاطس، خلطه جميله جدا بتنقلها في حته تانية. هنعمل معانا هنا فلفل حراق وفلفل اخضر وثوم وطماطم. هننزل بيهم في الكبه كده ونفرمهم، ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه بقى بالخليط بتاعنا ده وهنعمله بالبطاطس ازاي. معانا فلفل حراق وفلفل اخضر وثوم وطماطم. معايا هنا صينيه على النار فزيت شويه حاجات كده من الزيت. هننزل بكميه البطاطس بتاعتنا كلها كده، ننزل كده نقلها كده حاجه خفيفه ونسيبها. اول ما تبدا تلون نشوف هنعمل فيها ايه. اول ما البطاطس كده بتبدا تلون معانا هننزل عليها بشويه كده من البابريكا لحد صغننين كده من الشطه الحمراء. ولو الشطه بتاعتك الخضراء حراقه بلاش الشطه الحمراء اهو. وشويه كزبره وهنا حبه حلوين كده من الكمون، وده كمون وكزبره وبابريكا. ولو الشطه الخضراء مش حراقه تنزلي شويه كده من الشطه اللي هي دي الحمراء. تدي تقلبه كده للبطاطس مع التوابل دي الاول وتسيبها لحد ما تغلي كده مع التوابل. نزود بشويه فانيلا برده. هنا بقى تديلها تقليبه كده تاني ما شاء الله كلهم لونها جميل جميل جميل. ممكن تاكلها كده، ممكن تحمريها بس تزود لها فص ثوم، تدق لها فصين ثوم كده وتاكلها كده تبقى بالثوم وبالتوابل بس تبقى جميل. انا ببقى اعملها كده برضه فبتبقى جميله والولاد بياكلوها بتفضل. ممكن تزودي لها هنا بقى كده فصين ثوم مهروسين تدقهم في الهون دق ناعم وتنزلي بهم كده على الخلطه دي بتبقى جميله في منتهى الجمال. بتبقى بطاطس بالتوابل وبالثوم. انا بقى بزود لها بقى الخليط اللي انا عاملاه معاكم ده. شوفوا اهو نسيب ده كده. هجيب بس حبه ميه الله 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 الله. ريحتها بقى ما اقولكوش كده بتبقى في منتهى الجمال. سيبها بقى تاخد الفكرة مع بعضها لحد ما تشرب من الصوص اللي احنا عملناه ده. توابل مع الثوم مع الفلفل مع الطماطم ما اقولكوش بقى على ريحتها الوقت. جربوها وهتعرفي انا بقولك عليها. اروح بقى اشوف هعمل ايه تاني. هنا بقى انا حضرت درق العصير ده عصير اللي هو الفريتو اللي هو دي. عملت كده من غير برتقال بقى المره دي، قلت تغيير برضه لان ولادي عايزاه. وكان معايا هنا لبن متبقي من المعمر خليته كده برضه كده دخله التلاجة عشان ما يبوظش بسرعة. وايه
هقشر البيض. هقشر البيض برضو كده واجهزها ولحد ما البطاطس والرز بتاعي يخلص. وهنا بكون جهزت السلطه بتاعتنا وقشرت البيض وغسلت الزيتون اهوت بالمنظر ده كده حبايب قلبي. يبقى كده انا خلصت، واقفه بس على تقديم الفطار. وخلصت الحمد لله المعمر وخلصت البطاطس وكل دي. بتكون شكل صينيه البطاطس بتاعتي هي جميله 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 من على قربها هي بسم الله ما شاء الله. وبيبقى فيها ايه يعني بهاريز خفيفه كده للاكل. وبسم الله ما شاء الله انا جبت صينيه المعمر بتاعتي من الفرن هي بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. شوف شكلها كده بتكون، بس انا بقوم مغطيها بقى باي حاجه كده عشان يفضل وشها طري. اخلص بقى خلص وقت تقديم الفطار اوريكم احنا هنعمل ايه. دي حبايب قلبي بتكون شكل سفرتنا هنا ما شاء الله عليها. شوفوا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معنا المعمر بتاعنا الجميل البيض، ومعنا البطاطس، ومعنا السلطه، ومعنا المخلل، ومعنا العصير. ودي بتكون سفرتنا 7 يوم رمضان. كل عام وحضراتكم بخير، يا رب يعودوا علينا دايما بالخير. واللهم ارفع البلاء عن اخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان. اللهم امين يا رب العالمين. بحق اذان الله ان ربنا يرحم موتاهم ويكون معاهم يا رب، وانصرهم نصر عزيز مقتدر بامر الله. على دخلة العيد كده نفرح بنصرهم. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر. ويلا حبايب قلبي بقى نروح نفطر بقى لان الاذان قال. وكل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب افطارنا النهارده يعجبكم وسحورنا وخبز العيش بقى البلدي والجمال ده كله. يلا حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.